ازاي تتعاملي مع صمت زوجك؟ ممكن يكون صعب ومؤلم، خصوصا لو بيسكت كتير او بيهرب ويتجاهل ردود افعالك من اي مواجهة. بس تعالي نشوف ازاي نتصرف بذكاء مع الزوج الصامت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أعزائي المتابعين والمشاهدين في برنامج الحياة وأنا. وهنعرف النهاردة إزاي نتعامل مع الزوج الصامت. وقبل ما نستكمل موضوعنا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أحباب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلنستكمل باقي الموضوع. تعالي أقول لك، افهم الأول هو ساكت ليه. الصمت مش دايما هجوم، ممكن يكون تعبان أو مش عارف يعبر عن مشاعره. ممكن كمان يكون طريقة للعقاب. راجعي آخر مواقف، يمكن في حاجة زعلته منك أو متضايق من وضع تعب. اختاري الوقت الصح للكلام لما يكون هادي، مش هو متوتر. الوقت يكون هادي جدا، مش مشغول بحاجة. وحاولي ان انت تضبطي الامر معاه. تكلميه وانت هادية جدا. ابدأي بجملة بسيطة: انا حاسة انك ساكت، حابب نتكلم شوية. اياكي تعملي كده، ما تلحيش عليه بالكلام. لو مش حابب يتكلم في الوقت ده خلاص سيبيه خالص. ما تسكتيش انت كمان، يعني وقت ما يتكلم تفضلي قاعدة تتكلمي وترد برد بكلام طبعا بيوصف نهاية في احتداد في الرأي. إياكي كمان تهدديه إنك هتسيبيه لو ما اتكلمش معاكي، إن هو في الوقت ده مش بيتكلم معاكي، تهدديه إن انت تسيبيه. يعني ممكن تجربي كده إنك تكلميه غير مباشر. تكلمي عن مشاعرك بلطف بطريقة سلسة: أنا حابة أشاركك اللي جوايا، بس مش عايزة أضغط عليك. الأسلوب ده ممكن يفتح باب الحوار. وفري له مساحة الأمان، ممكن يحب يتكلم وهو معاكي. افرض إن هو خرج معاكي برا، حاولي إن انت تكوني هادية جدا وهو مثلا برا. اقترحي عليه إنه يتمشى معاكي، وإن يكون الوضع ده يكون يخفف الضغط عنكم في البيت، عشان خاطر مش يكون روتين في حياتكم. قوليله لو مش قادر تتكلم معاكي يا حبيبي، أنا وأنت واحد. جرب جربي تجيبي وردة كده له، تقولي له خد. جربي تكتبي له حاجة حلوة: إني بحبك،
رسالة بسيطة فيها ان انا بستناك كل وقت لما تيجي من الشغل. حاولي ان انتي تهوني عنه لو كان متضايق. لو في اي مشكلة بينكم في اليوم، حاولي تركزي عليها المشكلة دي. طبعا في مشاكل الأسرة بتبقى مشاكل كتير، ركزي في بيتك أفضل. انتي لما بتكوني مهتمة بيه طبعا بيكون في فرحة تانية. قوليله أنا قلقانة عشان انت متضايق. طب لو انت متضايق من حاجة قولي. لو حسيت انك محتاج وقت كده، طب طمني عليك يا حبيبي بكلام جميل، حتى في ورقة حلوة كده، وان انا جنبك اول ما تحب تتكلم. شوفي كده تصرفاتك كويس قبل ما تعمليها أمان. هو ممكن يعبر بلمسة أو بنظرة لما يحس إنك مهتمة بيه، ودي أول حاجة إنك تكوني مهتمة بيه. الصمت ده مش ربط ليكي، الصمت ده بيكون من موضوع كان هو فيه، يعني بيفكر فيه ومحتاجك ان انت تشاركيه معاه، لكن بيحب ان هو يفكر فيه لوحده. قوليله انا جديرة ان انا افكر معاك واحاول افكر معاك، انا وانت واحد. الموضوع دوت لو حابب ان انت تقترحه عليا وانا موافقة. نحاول لو عندك مشكلة كده نحاول نحلها سوا. اذا رفض تحاولي ان انتي تعملي مثلا في البيت حاجة كده، محتاج حاجة تشربها، قهوة، تحسي ان انت مهتمة بيه. مش دايما الصمت بيبقى رفض، ومش دايما بيبقى عقاب. فكري بحكمة وعقلانية، وفكري ان علاقتك معاه لازما تاخد حب وصبر اكتر من كسب ان انت تكسبي معاه نقاش. اهم حاجة الحب دوت بينكم يعود تاني، هو دي اهم نقطة. لو لقيتي منه الصمت ده فيه اهانة ليكي وتجريح ليكي وتجاهل متكرر ليكي، يبقى لازم تتكلمي وتحطي حدود. اهم حاجة ان يكون في تفاهم بس بالهدوء، ودي اهم حاجة منه. قوليله احنا مع بعض ولازم نتفاهم في اي حاجة. لو انا مثلا مش عاجباك في حاجة قولي عليها، لو في وضع انا عملته يزعلك قولي عليه وانا معاك. انا اكون سعيدة جدا بأي حاجة تقولها لي، وانت حبيبي. بس حاولي ان انت تناقشيه بالراحة مش بطريقة حادة. اشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.